تريد روجو؟ أخيرا يا هزيم الرعد، يبدو أنه لا بد أن نتعارك. روجو، كنت أشعر أننا سنلتقي ثانية ونتقاتل حتى نضع حدا للأمر. هذا صحيح، ولقد حان الوقت. سيفوز الأقوى. أنا مستعد. هيا لنبدأ. هيا يا روجو. كاوبو، انظر. هزيم! هزيم! تعال يا روجو. حسناً. هل سيتحقق ذلك الحلم يا ترى؟ التاريخ كله حروب، موت ودمار، ولكن البشر كلهم يحلمون. فهل يتحقق هذا الحلم ويسيطر الخير؟ هذا ما يتمناه كل منا. سيدي، لنساعد القائد. سيدي، دعوهما، سنكتفي بالمراقبة. ولكن تأملوا، إنها معركة حقيقية. أجل، بين رجلين حقيقيين ستغير مستقبلنا. هزيم! أتعرف، المرء لا يختار الزمن الذي يولد فيه، وكلنا يعلم ذلك. ونحن ولدنا في هذا الزمن المضطرب. صحيح، لا خيار لنا، نعيش هنا ونكون شهودا على هذه الأحداث العنيفة. سيدي، علينا أن نفعل ما في وسعنا لنحسن الوضع. بكل تأكيد، هذا واجبنا. إن وثقنا بأحلامنا وعملنا لتحقيقها، فلا بد لهذه الأحلام أن تتحقق ذات يوم. انظر، هزيم الرعد يقاتل ليثبت ذلك. هي المعركة الأخيرة يخوضها البطلان روجو وهزيم الرعد لينهيا صراعا استمر سنوات طويلة، جرى خلالها الكثير من المعارك، وسقط الآلاف من الجنود والناس الأبرياء، ومات الكثير من القادة أيضا. شوزين إمبراطور ساكورا، ودانجو إمبراطور جوجو، وجادر وشقيقاه،
والسيدة مسامي حاكمة كوكب تاي. يتقاتل روجو وهزيم الرعد ليضعا حدا للقتال في المجرة وليسيطر الخير والأمان في كل أرجائها. بعد أن فقد هزيم الرعد معلمته روجينا ثم زوجته سيموني، أصبح يعيش ليحقق حلمهما. أما روجو فقد خسر كوسيشو أفضل أصدقائه وهو ماض نحو حلمه. استمر القتال وقتا طويلا، وقد أبدى كلا البطلين شجاعة وقوة لا نظير لها. جدي الذي روى لي هذه الحكاية الطويلة لم يخبرني من انتصر في المعركة، فذلك ليس مهما طالما أن الهدف الذي يسعى إليه البطلان هو نفسه. لكنه أخبرني بأن الحلم تحقق وانتهى عصر الاضطراب، وعادت المجرة إلى وحدتها، فساد الخير في جميع الكواكب، وعاش الناس في سعادة وأمان، وهم يتذكرون الصعوبات التي عاناها أجدادهم وآباؤهم، والتضحيات التي قدمها الجنود الأبطال ليحققوا الحلم، وليتمتع من جاء بعدهم بالأمن والهدوء الذي حرموا منه. وتناقل الناس هذه الحكاية من الآباء إلى الأبناء على أنها حكاية محاربي المجرة، حكاية هزيم الرعد.